خلف عمار العرفي يبحث عن تسديدة من بعيد لفائدة عناصر مولودية البيض، خطيرة داخل منطقة الجزاء. فعلوها في الشباك، وضعوها في آخر أنفاس اللقاء. كنا نتحدث بأنه التوقيت الذي تسجل فيه الأهداف، التوقيت الذي ينقص فيه تركيز اللاعبين، التوقيت الذي يحبذه الجماهير، الذي يحبذه الجميع. فعلتها المولودية في نهاية المطاف وسجلت هدفا غاليا وثمينا في الأنفاس الأخيرة من المباراة. المولودية تفتتح مجال التسجيل وتصل إلى الشباك، وملعب المباراة ينفجر بهدف وزنه من ذهب، لأنه جاء في هذا التوقيت، جاء في هذه الدقائق الأخيرة من زمن المباراة. تغير السيناريو، واحد مقابل لمولودية البيض على حساب فريق شبيبة الثورة في المباراة التي لم نشاهد فيها أشياء كثيرة، ولكن تابعنا فيها هدفا متأخرا من جانب فريق مولودية البيض بطريقة جميلة جدا، ومتابعة داخل منطقة الجزاء. وحد مقابل إذا لمولودية البيض على حساب فريق شبيبة الثورة عند الدقيقة 85 مشاهدينا الكرام.